الأصدقاء الأعزاء في كل مكان مرحبا. قبل أيام نشرت جائزة كتارا للرواية العربية قوائمها الطويلة أو ما قبل الطويلة للروايات المترشحة لنيل جائزة كتارا للرواية العربية. فئة الروايات المنشورة 60 رواية، وفئة الروايات غير المنشورة 60 مخطوط أو 60 رواية، والدراسات النقدية والأفرع الأخرى للجائزة رواية الفتيان. طبعا طبيعي أنه الموضوع يخلق حالة من السجال الأخذ والرد والتفاصيل اللي شهدناها واعتدنا عليها فيما يتعلق ب يعني غالب المسائل أو الآراء اللي أنا صادفتها وشفتها على السوشيال ميديا، إنه في اتجاه شيطنة الجوائز. طبعا هذا الجوائز الأدبية، هذا الموضوع لا يقتصر على جائزة كتار، إنما البوكر كمان. أنا من الناس اللي لا أشيطن، ولا يعني لست مع شيطنة وأبلسة الجوائز الأدبية لأسباب كثيرة. طبعا ربما يفسر البعض أنه أنا أدافع عن هذه الجوائز بحكم أنه أنا فزت بكتارة، نعم، لكن ليس هذا هو السبب. وربما لأنه أشارك وأنا أدعو إلى المشاركة، نعم، أنا أدعو للمشاركة في الجوائز الأدبية كحق من حقوق الكاتب، حقوق الكاتب اللي يرى في نفسه أنه يقدم شيئا يستحق المنافسة ويستحق العرض والتناول النقدي ويستحق التكريم. هو يعرض منتوجه كأي منتوج، طبعا المنتوج الثقافي أيضا للعرض. صحيح المنتوج الثقافي والإبداعي ينطوي على قيمة، والقيم المعنوية والقيم الأخلاقية والقيم الإبداعية، لكن هذه القيم الإبداعية والأخلاقية وكل الكلام ألا يصبح بين دفتي كتاب؟ ألا ينشره الناشر؟ ألا يجتهد الناشر لعرض منتوجه هذا على جمهور القراء والنقاد والإعلاميين؟ ألا يتحول هذا المنتوج إلى سلعة؟ سلعة يعني وربما يتحول إلى فيلم سينمائي، وربما يتحول إلى عمل درامي تلفزيوني كل هذه التفاصيل والتنويعات العملية الثقافية أو الإبداعية أو الفنية هي يعني تستهدف المستهلك أو المشاهد أو المتلقي، كل هذه التفاصيل. فعملية الكاتب عندما يعرض منتوجه على جائزة إبداعية هذا ليس عيبا، ليس ليس مثلبا يمكن تسجيله على الكاتب. وبالتالي يعني هذا الاستهداف أبلست وشيطنة الجوائز الأدبية من النقاد ومن الأدباء ومن الكتاب ومن الروائيين ومن الروائيات. يعني بتلاحظ منشور واحد ينتقد الجائزة لسبب ما، لعطل ما، لمثلب ما في التحكيم، في كذا في كذا. أما أن يبتر الموضوع بشكل جذري فهذا معناته هنالك مشكل. أن تنتقد جائزة ما على سلوك ما، تحكيم ما، تسجل ملاحظات سياسية، ملاحظات لها علاقة بالنقد، لها علاقة بالإبداع، أمزجة النقاد، الميل السياسي، التوزيع المناطقي، كل هذا الموضوع يحتمل الأخذ والرد والنقاش والاختلاف. لكن أن يتم الموضوع يعني استحداث الجائزة كجائزة، ويعني تسجيل ملاحظات سخيفة، يعني أنا أراها سخيفة، أنه جوائز البترول وجوائز هؤلاء خيم البدو ونزعة البداوة التي بدأت تسيطر على الإبداع
وهؤلاء ليس لديهم شيء إلا المال، ويريدون أن يأخذوا الحضارة والإبداع من الأماكن الأخرى والبيئات الأخرى إلى أماكنهم ومضاربهم، من كل الكلام اللي أحيانا ينطوي على عنصرية تجاه يعني مناطق الخليج، لسبب أن الله أنعم عليهم بالوفرة المالية و البترول موجود. أما البترول موجود في الجزائر، لماذا لا يستفيد الشعب الجزائري من هذا البترول؟ ما البترول كان موجود في سوريا، لماذا لم يستفد الشعب السوري من البترول والغاز؟ البترول موجود في مصر، ومعدلات الفقر في مصر معروفة. لماذا لا يعني تلك البلدان، حتى لبنان، لا قبل فترة شفت تقرير أنه أكثر البلدان استهلاكا للسيجار هو لبنان، والوضع المعيشي والاقتصادي في لبنان معروف يعني. طيب، يعني قصة انتقاد منطقة الخليج، وعلى أنه أرض البداوة، شو أرض البداوة؟ يعني النبي خرج من تلك المنطقة، يعني لم يخرج من يعني مع احترامي للمغرب أو للجزائر أو تونس أو ليبيا، أو لم يخرج من الصحراء الليبية، خرج من الصحراء الحجاز. الصحابة والمبشرين بالجنة خرجوا، نعم، المعارك والمشاكل والتاريخ الإسلامي والحروب والعباسيين والأمويين كلها يعني يمكن أن نقول أنه أيضا أتت من تلك المناطق. لكن قضية استهداف تلك المناطق والبلدان اللي حاليا فيها وفرة وتقدم شيئا إيجابيا، يعني بدلا من هاي الأموال تروح الأماكن غير الصحيحة، لا، فلتذهب إلى دعم العملية الإبداعية. ثم يعني هذه الأموال الخليجية وأموال البترول وما إلى ذلك، يعني إذا أجرينا إحصائية وجرد سواء بالبوكر أو كتارا أو الجوائز الأخرى، أغلب الذين فازوا ولهم ليسوا أهل الخليج، يعني أهل مناطق أخرى، كتاب وأدباء ومبدعين للمناطق الأخرى، وجرى يعني التسويق لهؤلاء الكتاب وترجمة أعمالهم وتقديم أعمالهم. لكن هذا الاستهداف يعني كأنه واحد يستهدف كردي لأنه كردي، أو يستهدف خليجي لأنه خليجي، أو يستهدف فلسطيني لأنه فلسطيني، أو يستهدف مصري لأنه مصري، ليس يعني لعطل في سلوكه، أو لا، الخلفية أو استهدافه في الهوية، في الانتماء الوطني أو الجغرافي أو المناطقي أو الديني أو الإثني على هذا السلوك فيه شيء من التعصب والجاهلية. يعني ما يجي واحد مثلا لبناني أو مصري أو كذا ويحكي على بلدان مناطق وبلدان الخليج بكلام وكأنه يعني الوضع الحالي للبنان ولمصر ولتونس ولسوريا وللعراق وكذا، وكأنه الفتوح الكونية على المستوى الحضاري والمستوى العلمي والعمراني والاقتصادي موجودة هناك، ومنطقة الخليج ما زالوا يعني يركبون البعير ويتنقلون بوسائل ويعيشون في الخيمة ومش عيب هذا الكلام يعني. لكن أن تنتقد تلك المناطق يعني على الماضي، هذا صار ماضي يعني. وأهل الخليج لا يتبرؤون من هذا بس يعتزون بها القيم البداوي وقيم القبيلة والقصص هي كلها يعتزون بها، وشيء من الموروث الثقافي الاجتماعي، ويعتدون ويفتخرون بها هالمسائل هي. لا، هذه ليست نقيصة يمكن أن نسجلها عليهم. فالمشكلة الانتقادات هي آه، يعني أنا لا أرفضها بالمطلق. ممكن أن نسجل انتقادات على جائزة كاتارا، يعني ممكن مثلا أنا فزت بجائزة كاتارا 2017، الترجمة الإنجليزية والفرنسية لروايتي كانت سيئة يعني في تلك الدورة أعطوا الترجمة
لمكاتب وكالات ترجمة لم يعطوها لمترجمين محترفين. وعلى ما أعتقد أنه الأستاذ محمد برادة الروائي المغربي رفض الترجمة وقرر بأن يترجم عمله بنفسه. يعني سواء ترجم هو أو عطى العمل لمترجم آخر محترف أدبي محترف، رفض. الرجل رفض. هذه يعني من ضمن الملاحظات اللي يمكن أن نسجلها على كتارة. اثنين، يعني لا يصار إلى تسويق الأعمال والفائزين بهذه الجائزة مثل ما بيصير عملية تسويق للفائزين أو المرشحين في القائمة القصيرة لجائزة البوكر. يعني التسويق الإعلامي والعلاقات وتقديم الفائزين بجائزة كتارا للوسط الأوروبي والتعاقد مع دور الترجمة المهمة في أمريكا وفي بريطانيا وفي الساحة الأوروبية. يعني هنالك الكثير ما يمكن تسجيله حول هذا الموضوع، لكن أن نبتر المسألة ونستهدف الجائزة لأنه والله قطرية أو خليجية أو بترول أو من هالكلام، هذا كلام يعني يعني سخيف، يعني بصراحة سخيف. يمكن انتقاد الجائزة على أسس بالفعل هذه الانتقادات تنتمي إلى بيئة نقدية ثقافية الهدف منها تطوير الجائزة، الهدف من لا نسفها، محاولة تطويرها وتأصيلها. يعني هذا ما أميل إليه. ما لاحظته أنه يعني عادي، يعني أي كأي جائزة ممكن أن تصبح مادة للتندر والسخرية وكذا والانتقاد الساخر، هذا كمان طبيعي. لكن هنالك من أنا أعلم وهم يعلمون وسيشاهدون هذا الفيديو شاركوا في أغلب دورات كتارا، إن لم يشاركوا في كلها. يعني إذا صدر لهم رواية تستوفي الشروط أو في المشاركة في كتارا بيشاركوا بكتارا ولم يفوزوا. لكن عدم الفوز لا يعني أنه الاستهداف والتشكيك وكذا. يعني أنا أعرف أشخاص، يعني ولا أريد تسميتهم تفاديا لإحراجهم، يعني بشكل أو بآخر يعني عاملين حالهم وكأنه هيك يتأففون ويتعففون من موضوع الجوائز الأدبية والقصص هاي، لكن هذا مش صحيح، مش صحيح. الصورة اللي بيصدروها لأنفسهم في هذا الموضوع ليست حقيقية، كاذبة ومخادعة ومضللة، مضللة يعني في هذا الخصوص. يعني كتاب عندما يشاهدون هذا الفيديو، كتاب وكاتبات سيعرفون يعني أنفسهم، يعني بحكم أنه الموضوع ليس خافيا. يعني الوسط اللي بيكتبوا باللغة العربية سواء عرب أو أكراد أو غيرهم، يعني مش هل يعني مش درب التبانة، بنعرف بعضنا. يعني أنا بعرف مثلا كاتب هون في بلجيكا شارك، لكن في منطقة أخرى صار يستهدف الجوائز الأدبية والإبداعية ويشكك في لجان التحكيم ويطعن وكذا وكذا. طيب يعني هذا الوسط غرفتين وصالون، بنعرف بعضنا، يعني بنعرف بعضنا. يعني من شارك أو من له شبكة علاقات ومن حاول بشكل ويعني لم يحالفه الحظ أو ميل لجنة التحكيم لم يكن إلى ذلك النوع أو الطريقة أو تقنية الكتابة اللي تبناها الكاتب الفلاني أو الكاتبة الفلانية. فبلاش يعني الحكي مثل ما بيقولوا الشوام، يعني من فوق الأساطيح والاستهداف هذا. يعني اثنين، لو استيقظنا غدا وكل هذه الجوائز الإبداعية أقفلت أبوابها، الطيب صالح، كتارا، بوكر وكل الجوائز ما عاد في جوائز إبداعية. يعني هل الإسفاف والحضيض في عملية النشر والطباعة والكتابة سيتوقف؟ لا.
لن يتوقف. لا تحمل تدني مستويات الكتابة للجوائز الأدبية. الجوائز الأدبية لا تتحمل. الجوائز الأدبية تحاول أن ترتقي بالذائقة، أن ترتقي بالنصوص، أن ترتقي بالعملية النقدية، تحاول تنجح تخفق، هذا موضوع آخر. لكن تحميل كل كوارث الثقافة وحركة الطباعة والنشر وتدني مستويات النقد وتدني مستويات الكتابة الإبداعية للجوائز الأدبية، هذا فيه شيء من التجني يعني. عدا عن ذلك، لو أقفلت هذه الجوائز أبوابها وخلص ما عاد في شيء بالوسط العربي أو في العالم العربي جوائز أدبية، لا كتارة، لا بوكر، لا طيب صالح، لا فلان فلان، لا نجيب محفوظ، لا جائزة القصة في الكويت، لا أي شيء. طيب هذه الجوائز من الذي يستفيد منها؟ يعني هل الكاتب وحده الفائز يستفيد منها؟ طبعا لا، الناشر يستفيد، وكل العملية المتعلقين بالنشر، يعني المطابع، عمال المطابع، كل من اللي بيحمل الكتاب ويبكت الكتب ويسلفنها ويحطها في صناديق إلى كل هؤلاء يستفيدون من العملية بشكل مباشر وغير مباشر. النقاد، لجان التحكيم التي تتشكل في لهذه الجوائز الأدبية بيستفيدوا، الصحفيين اللي بيعملوا حوارات وبيعملوا قراءات وبيعملوا كذا وتنشط حركة المتابعة للعناوين المترشحة والقائمة الطويلة والقائمة القصيرة والنهائي، كل هالتفاصيل، هؤلاء أيضا يعني مستفيدون. فإذا الموضوع الاستفادة لا تقتصر على الكتاب، يعني كفى. أنا مع زيادة الجوائز الإبداعية لكي تحتمل هذا الكم، يعني لكي لا يكون هنالك ضغط مهول على كتارة أو على البوكر أو كذا، يكون هنالك مجموعة أخرى من الجوائز، فاللي لا يفوز في هذه الجائزة من حقه أن يقدم إلى جائزة أخرى ضمن الشروط. يعني الكاتب كمان يكون يعني شريفا وأمينا ومحترما، يحترم قواعد الجوائز الإبداعية و أثناء المشاركة. يعني أنا أعرف كاتبا روايته فازت في جائزة معينة، قدمها لجائزة أخرى، سحبت منه هذه الجائزة، لكن ضمن السي في وضمن ضمن السي في وضمن التعريفات والحوارات الصحفية لم يشطب انه هذه الجائزة الأدبية سحبت منه، ما زال يقدم نفسه على انه فاز بتلك الجائزة. هذا تضليل، هذا كذب، هذا ضحك على يعني ذاكرة القراء والصحفيين وكذا. يعني أنت يا حضرة الكاتب المحترم، يعني الجائزة الفلانية سحبت منك نتيجة خرق، أنت قدمت لهذه الجائزة رواية فازت بجائزة أخرى، يعني أثناء التقديم هذا خرق، هذا خرق إجرائي مهني أخلاقي اقترفته، وبناء على هذا الخرق تم سحب الجائزة منك. فعيب يعني أنك ما زلت مصر على تقديم نفسك بوصفك فزت بجائزة سحبت منك نتيجة هذا الخرق وعدم الالتزام الأخلاقي والمهني بمعايير الجائزة. فعملية استهداف الجوائز الأدبية بهذه الطريقة يعني تسد أبواب الرزق أمام الكثيرين، يعني ناشرين، نقاد، حتى القراء. يعني القراء هم مستفيدون القائمة، أن عمليات القراءة يعني عملية إشراك للقارئ في تقييم الكتاب أو تقييم جهود لجان التحكيم في هذا الخصوص. طبيعي يعني أحيانا تفوز رواية بجائزة معينة لا يستسيغها قارئ أو ناقد آخر، أو تكون الأنظار مركزة على رواية معينة ولا تفوز، يعني هذا وارد.
هذا وارد. كل هذه التفاصيل كما ذكرت يمكن أن نسجلها، يعني نقاط الملاحظات والانتقادات يمكن أن تسجل و على أي جائزة، لكن أن نستهدف الجائزة لأنها خليجية هذا عيب. أن نستهدفها لأنها هي سبب كل الكوارث الإبداعية والروائية وتدني حركة الكتابة، هذا كمان مشكل يعني. وليس صحيحا وليس منصفا وليس عادلا هذا التناول في الاستهداف. والأكثر كارثية أنه أن أرى أناسا يستهدفون هذه الجوائز وهم يعني تواقون أو يتهافتون على المشاركة وشاركوا كمان يعني. ف قليل من ملح المصداقية لن يفسد التناولات النقدية للجوائز الإبداعية. أنا حبيت في هالمناسبة يعني أذكر، وأنا سبق كاتب يعني حول هذا الموضوع وفي حوارات صحفية، وأنه أنا ضد شيطنة وأبلسة الجوائز الأدبية، صغيرة منها أو كبيرة، مغمورة منها و أو مشهورة. يعني أنا أميل إلى الطرح اللي كتبه الروائي الفلسطيني الأستاذ ربعي المدهون، أنه خلوا الناس تفرح يعني. خلوا الناس يعني أنا روايتي مثلا، يعني روايتي كانت ضمن القائمة الستين، كأنني لم أكن. ممكن في عملية الفرز والغربلة وتروح تطلع من المضمار يعني. أنا ما بدي أعملها مندبة وملطمة ومحزنة وروح استهدف لجان التحكيم واعمل من الحبة قبة ومؤامرة ومن القصص هاي. ما راح اسوي هذا الموضوع. لكن أنا سعيد من ضمن 393 رواية فئة الروايات المنشورة أن تكون روايتي ضمن 60 رواية اللي ترشحت لهذه القائمة. هذا يعني أنني كنت يعني محقا أثناء ترشيح هذه الرواية، وأن هذه الرواية بشكل أو بآخر لاقت استحكام أو استحسان لجنة التحكيم في الفرز الأولي أو في القراءة الأولى. هذه الرواية لاقت استحسانهم يعني. وهذا شيء يعني يمنحني فرصة أن أكتب، أن أواصل عملية الكتابة. طبعا لا، الإنسان لا يكتب للجوائز يعني. في تفصيل أخير أود أن أشير إليه يعني وأؤكد هذا التفصيل، أنه الروايات المقدمة للجوائز الإبداعية، هذه الروايات عندما يقدمها صاحبها لجائزة أدبية تكون على مزاج وعلى هوى الدولة أو الجهة الداعمة لهذه الجائزة الإبداعية. طبعا هذا كلام قولا واحدا ليس صحيحا بالنسبة لي ليس صحيحا أبدا. روايتي الأولى وطأة اليقين اللي فازت بجائزة كتارا، فئة الروايات المنشورة دورة 2017، فيها نقد لتركيا، وفيها نقد للإخوان، وفيها نقد للإسلام السياسي، وفيها نقد للنظام السوري ولحزب الله. يعني هذا التناول الأدبي لمجريات الأحداث في سوريا، جرعة النقد كانت عالية. في هذه الرواية المتنبي يعني منحته قراءة أخرى، أنه لص نصوص يعني المتنبي. صلاح الدين الأيوبي فيه انتقاد لصلاح الدين الأيوبي بوصفه يعني أمر أو كان ضالعا بشكل أو بآخر في قتل السهروردي مثلا. يعني كل هذه التفاصيل اللي لها علاقة بنقد التراث الإسلامي أو التاريخ الإسلامي الماضي والمعاصر، واللي يفترض أن يكون على النقيض أو بالضد من الموقف القطري أو الميل القطري والعلاقة القطرية والتركية وكل هل جرعة النقد الموجودة في هذه الرواية أثرت على
قرار لجنة التحكيم أن تمنح هوشانغ أوسي أو وطأة اليقين جائزة كاتارا، رغم كل هذه الانتقادات الموجهة للإسلام السياسي، ومعروف مدى يعني وزن وعلاقة قطر وتركيا والإسلام السياسي ضمن كل هذه الدائرة. لا، لا، يعني رغم ذلك، يعني هذه الرواية أنا عندما كتبتها لم يكن في هدفي وفي كل الأعمال إنه أن أكتبها على مزاج ميل البوكر أو الخلفيات السياسية اللي لدولة قطر أو للإمارات أو لدولة قطر أو لمصر أو لأي نظام سياسي يرعى جائزة أدبية أو يدعم جائزة أدبية. أبدا، بالنسبة لي أبدا. وأنا عم بعطيكم يعني شيء ملموس ودليل أنه هذا الكلام الذي يقال حول يعني تأليف وكتابة أعمال روائية تنسجم مع الميل السياسي للجهة الأدبية، وأنه الجهة السياسية أو الدولة التي ترعى جائزة أدبية تنتقي الأعمال اللي ما يعني تنسجم مع ميلها السياسي. بالنسبة لي لا، روايتي كان فيها جنس، كان فيها نقد للتاريخ الإسلامي، كان فيها نقد للسياسة التركية وللحركات الإسلامية وكذا. واللي بيرجع للرواية راح يشوف مستوى النقد، وممكن يعني يستغرب من حصول هذه الجائزة على هذه الرواية على جائزة كاتارا يعني التابعة لدولة قطر مثلا. يعني فهذا الكلام اللي يعني أعتبره مسطحا، ربما لا يعني لا أخفي، لا يمكن أن أعمم، يعني ربما يكون هنالك كتاب بالفعل لديهم هذا الميل أو هذا الوهم أنه إذا كتبوا ما ينسجم مع الميل السياسي في الدولة الفلانية قد يساعد ذلك في تسويق العمل أو فوز العمل أو ما شابه ذلك. في تقديري لا، وعم بحكي عن تجربة يعني، وبإمكان الأشخاص العودة لروايتي ويتبين مستوى النقد الموجود في الرواية على الصعيد نقد التاريخ الإسلامي، نقد الحركات الإسلامية، حتى نقد الثورة السورية، دفاعا عن الثورة ونقدها في الآن في العمل نفسه يعني. ويتبين من هذا الموضوع أنه هذا إذا وضعنا هذا العمل الإبداعي في ميزان المصالح والميول والأهواء والأمزجة السياسية لقطر أو تركيا أو الأخوان وكذا، كيف فازت هذه الرواية بجائزة كاتارا يعني. فهذا الكلام بالنسبة لي في ميزان المنطق يعني الخلق، يعني أن تنتقد جائزة بس يكون في شوي يعني ملح ال الأخلاق أو المهنية أو التوازن يعني في النقد للجوائز الإبداعية. أكرر أنا مع الجوائز الإبداعية ومع اللي بيشاركوا في الجوائز الإبداعية، ولست مع اللي بيشاركوا وبيستهدفوا الجوائز الإبداعية من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة بيشاركوا في هذه الجوائز، أو يعني شخص شارك في الجائزة ولم يحالفه حظه يعني في الدورة 2 3 ولم تتأهل أعماله، فبيصير يلجأ إلى استهداف هذه الجائزة على أكثر من مستوى، ويستهدف المشاركين، مش بس يستهدف الجائزة، ويستهدف المشاركين في هذه الجوائز الفائزين أو المرشحين. هذا ما أردت قوله، ومعذرة على الإطالة على ما يعني أظن أنه في هذا الكلام جزء من الإفادة وجزء من الحقيقة، مش كل الحقيقة، جزء من الحقيقة. ألقاكم على خير.